مساء الخير عليكم البنات، مرحبا بكم اليوم في قناتي. ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. كل وحده تشوفي هذا الفيديو البنات صلوا على النبي وسلموا عليه تسليما. كما راكم تشوفوا معنا راح نحضروا فطائر المقلات بزاف خفاف وهشاش وبمقادير يعني سهله وموجوده في كل بيت. تبعوا معنا البنات الوصفه. كما راكم تشوفوا هنايا غادي نحتاجوا 4 كيسان تاع الفرينه، مغرف كبيره تاع خميره الخبز، مغرف كبيره تاع السكر، مغرف صغيره تاع خميره الحلوى، مغرف صغيره تاع الملح. عندي هنايا 4 كاس تاع الزيت ونلموها بالماء دافي كما راكم تشوفوا حتى تشكل عنا عجينه شويه تلتصق باليد. البنات ما تعجنوهاش، غير ندلكوها فقط كما راكم تشوفوا. راني ندلك في العجينه هنايا، يعني ما تدلكوهاش البنات عفوا، غير لموها. هاي لا راح نخليها تخمر غير شويه. كما راكم تشوفوا بعد ما خمرت العجينه تاعي راح نشكلها دوائر، يعني غادي يدير لكم 12 كريه هاد المقادير ولا 11. هيا البنات راني نفرغ فيها بالحلال. ديروا على شكل دائره البنات، استعينوا دائما بالفرينه هكا باش ما تلصق لكمش. كما راكم تشوفوا هي سهله بزاف البنات. هنايا عندي صوص الجيريان، كل واحد يدير شي يبغي. عندي بطاطا مقليه، عندي الدجاج قطعته كما راكم تشوفوا، الدجاج قليته مع شويه تاع بصل ولي زيبيس. وهنا درت فخوماج رابي. لكم الاختيار في الحشو البنات. شوفوا غلقوها على شكل مثلث وغلقوها مليح هكا باش ما تنحلكمش في المقله. يعني كنت دايره المقله ديجا تسخن كما راكم تشوفوا. هاي راني ندير معكم في الحبه الزوجه. هاي سهله بزاف البنات، ما تاخذش منكم وقت بزاف، وترافقوها مع الحريره ولا مع كاش حاجه هكا تكون تاع مرقه كما راكم تشوفوا تجي بزاف بنينه. هاي البنات بعد ما طابت الفطائر طابولنا، شوفوا كيفاش جاو فارغين من الداخل البنات وجاو بزاف بنان. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتهلاو في روحكم، وفي فيديو قادم ان شاء الله.